ترند رقم واحد انا دولة، انا دين عشان ازولك من في بطلي. بيطلبوه بالاسم وبقى نمبر 1 الساحل الشرير. لها في الجو من مطربين جيله بيغني على حمام السباحة ووسط البحر والجمهور قدامه بالالافات بيرقصوا بالمايوهات. لما بيعرف ان في اسكندرانية بيوقف الحفلة وبيقول اللي محدش يتخيله. كواليس ولقطات من حفلات مطرب المهرجانات عنبة في الساحل الشمالي. ايه اللي بيقولوا للجمهور الاسكندراني؟ ليه الجمهور كله بيدوله تليفوناتهم؟ ايه حكاية البنت اللي خطفت منه الانظار في حفلته؟ يا ترى بياخد كام في الحفلة؟ التفاصيل دي كلها تعرفوها معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للاخر. مطرب المهرجانات عنبة بقى لي وضعه برستيجه بين مطربين جيله كلهم وحتى الجيل اللي قبله. مش عاوز اصدمكم واقول لكم ان بقى في نمبر 1 للساحل الشرير دلوقتي وبيطلب بالاسم من بين كل المطربين المهرجانات الشعبيه، ده علشان يقدم حفلات هناك ومكسر الدنيا في الساحل الشرير. مش بس كده، ده بقى عنده جمهور كبير قوي بيسيب اي حفله بيقدمها مطرب تاني ويطلع جري على حفله عنبة، وده بسبب اجواء الحفلات بتاعته واللي بيعملوا فيها مفيش اي مطرب بيعمل زيه. يعني اقول لكم بقى على ديكورات حفلات عنبة بتبقى عباره عن ستيج عالي وعليه زي كوشه معموله من الزرع الاخضر، وده علشان تحجب الشمس عن المطرب وفرقته الموسيقيه، وبتبقى وسط البحر او قدام حمامات السباحه. بيطلع عنبة على المسرح وسط جردات كبيره قوي ومحوطينه من كل مكان، علشان زي ما قلت لكم الجمهور بتاعه كبير قوي هناك، ويطلع يغني اكتر من الاغاني اللي بيحب الجمهور يسمعها، زي اغنيه عناب وهوبا بقى. هم بينزلوا يرقصوا على 1:30 وهم لابسين المايوهات في قلب الميه واخدين راحتهم على الاخر ومفرفشين قوي والجو اخر سلطنه. خدوا الكبيره بقى، من كام ساعه عنبة كان عامل حفله هناك، وبعد ما طلع الجمهور كله هجم عليه، كل واحد فيهم طلع التليفون بتاعه وبينادوا عليه علشان ياخدهم منه. قال ايه؟ علشان يتصور معاهم صور سيلفي. لزوم السوشيال ميديا والجو بتاعها انهم ينزلوا صورهم عليها. الحقيقه عنبة ما بيتكسفش ولا بيكسف حد منهم خالص، وبيحاول على قد ما يقدر انه ياخد التليفون منهم ويتصور معاهم، سواء بقى صوره او فيديو، المهم يراضيهم، لدرجه انه نزل قعد على الارض والجردات حواليه وقال للجمهور كله يقعد زيه، وهوب قام وقف وفضل يغني ويرقص وسطيهم. ما اقولكوش بقى على اللي بيعملوا عنبة في قلب اي حفله بيقدمها في الساحل الشرير. فجاه بيقول الفرقه الموسيقيه بتاعته وقفوا، بيخلي الناس كلها تسكت ويعلي صوته في المايك في اسكندرانيه هنا، واول ما يلاقي فيه يقول لهم احلى تحيه لاسكندرانيه وكمان بتوع القاهره. واللي خطف الانظار من عنبة في حفله من حفلاته هي بنوته كانت لابسه مايو جريء حبتين ونزلت رقصه على اغانيه، لدرجه انها لفتت انتباه المصور بتاع الحفله وساند عنبة وكل الناس وركز معاها هي. اما بقى الموقف الحلو اللي عمله عنبة في حفله من حفلاته في الساحل الشرير وخلى الكل يقول عليه ابن اصول وصاحب صاحبه، هو انه طلب من الناس تدعي لصاحبه مطرب المهرجانات الشعبيه عصام